والسلام عليكم يا حلوين، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وين ما كنتوا. طيب يا جماعه، الليله صراحه زعلانه لانه حيكون اخر فيديو في رمضان. ومبسوطه لانه العيد جاي. انا بحب العيد شديد وبحب اجواء اللي بنعملها في البيت وبحب فرحه الاولاد وانتظارهم للعيد وبحب كل شيء تجهيزات العيد وكده. صراحه العيد انا يعني في واحده ظريفه طلبت مني انه اعمل الكعك. انا صراحه عملت بعرف اعمله، عملته قبل كده مرتين، لكن ما شديد إني أعمل، يعني ما زولة بتاعت حلويات شديد أنا عرفته، فحبطلب جاهز. فأوريدي أنا طلبته كعك للعيد. و يعني كده بحب عموما تجهيزات العيد، بحب لبس الأطفال، بحب أجيب، حوريكم المشتريات بتاعت العيد وحوريكم كل شيء إن شاء الله. طيب الليلة الفيديو حيكون عبارة عن الكبسة السعودية. الليلة فطورنا سعودي، حاعمل كبسة سعودية بنوعين، اللي هو كبسة لحم ومكبوس دجاج أو كبسة دجاج، وهعمل جنبها صوص الدقوس اللي هو طماطم والبقدونس والخضار وكده، فظريف شديد الصوص، أنا بحبه شديد صراحة مع الرز. تمام. وكمان حنعمل معاها سمبوسة. رشيد حيلف لي السمبوسة. أنا صراحة السمبوسة ليزي شديد في لف السمبوسة، ما عندي أخلاق ليها يعني ما عندي أخلاق أقعد ألف ورق عنب ولا ألف سمبوسة. المهم يا جماعة، يلا نمشي المطبخ ونشوف مع بعض حنعمل شنو. أنا عملتها قبل كده، كل رمضان ثابت إحنا لازم نعمل فطور الكبسة السعودية لأنه رشيد والأولاد بيحبوها شديد شديد شديد، فيلا نمشي نعملها وإن شاء الله تطلع ظريفة. طيب يا جماعة، تعالوا نشوف المكونات شنو. عندي هنا بصل، والفلفلية الفوق الخضرة دي هي حارة، أوكي، لكن ما حفتحها عشان ما يبقى نكهتها حارة، بس عايزة نكهتها ظريفة أنا. عندي سمن، أوكي، ودي هنا عندي بهارات كبسة، لكن كمان حاخد بهارات صحيحة. أوكي، عندي هنا صلصة دي، عندي طماطم مقطعاها جاهزة، وفلفلية حمراء. دي الفلفلية الحمراء دي النوع اللي بيكون طويل، أنا قسمتها على 2، لكن دي باردة ما حارة، طعمها حلو شديد. أوكي، وعندي لحم هنا مقطع كبير، حبات كبيرة، أوكي، وعندي دجاج مغسلاه وجاهز كده، وعندي هنا رز منقوع خدت فيه وقرفة. هنا عندي الحلتين، شغلت فيهم النار 2، لكن قررت أطفي على دي، أوكي، بتاعت اللحمة دي هطفي عليها. حخلص الخلطة كلها في حلة واحدة لأنه الخلطتين نفس الشيء، بس اللي حيفرق بعدين إنه هي دي لحم ودي دجاج. وبعد ذاك حقوم شنو أقسمهم، أوكي، كده أحسن يعني وأسهل. السمن، بسم الله. أنا زي ما قلت لكم حاقسمه على مكانين، أوكي، كده السمن خلاص. قرنفل شوية، ما هكتره، أوكي، وكمان هبهان. البهارات الصحيحة لما تتقلي مع كده يعني مع السمن بيكون طعمها أحلى، أوكي. البهان، أي بهارات صحيحة أنت بتحبيها ممكن تحطيها. قرفة، وأنا أوريدي بالو الرز مع القرفة، أوكي. هسه نحركهم شوية خليهم يتحمسوا مع الزيت ده. مفروض كمان أخد ورق غار، لكن بهار الكبسة فيه ورق غار، البهار المطحون بتاع الكبسة ده ذاته خليه يتحمس شوي. في النار شوية، بس عايزاه يتحمر شوية، بعد ذاك هنزل بالبصل. ده حار يا جماعة، ناس الشطة البتاع ده حار جدا. اوكي، هسه حنزل بالبصل. طيب لما تستوي، او سوري، لما اخط الطماطم واحسها كده بقت السبكة كده تمام كويسة، هقوم شنو انقص في الحلة التانية وهعمل بيها اللحمة. طيب انا قررت اخد شوية من الكمون ده، اوكي، طعمه كمان حلو شديد في الاكل. بهار الكبسة الجاهز ده صراحة بيغنيكي عن، يعني أنا كنت المفروض أخد بهارات اللي هي هبهان مسحون، قرنفل مسحون، قرفة مسحونة، كمون مسحون، كزبرة مسحون، الحاجات دي كلها كنت المفروض أنا أخدها، لكن مع بهار الكبسة ما بحتاج أخدها تاني، ما بحتاج أبدا، يعني طعمه رهيب رهيب شديد 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 شديد. هسه حنزل بالطماطم والفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر ده بكيفكم، عايزين تقطعوه قطعوه، عايزين تخلوه كده خلوه، فيعني هو بس نكهته حلوة. أنا خليته كده كبير لأنه بس حقوم شنو أخد على حلتين، فقلت أخليه كده. طيب هسه هخليهم شوية بس يتهرسوا شوية، وحارجع شنو أعمل لهم الصلصة، أوكي، أخليهم شوية.
شبه قربت تدوب. اوكي هسه هاخد عليها الصلصة. اوكي وهخليها تكمل ذوبانة. طيب يا بنات في حاجة نسيت اقولها لكم، انا البصل اوريدي لما فرمته فارمه معاه توم. تمام. قلت بدل ما اخدها كاملة كده بس فرمته مع البصل، يعني هسه انا شميت ريحته عشان كده تذكرته قلت اقول لكم قبل ما انسى، عشان متأكدة ان يمكن في واحدة مركزة مثلا تقول لي ليه ما خدتي توم، فبس انا اوريدي التوم خدتاه مع البصل. لو ملاحظين انا قاعدة اتفادى اني اهرس البتاعة دي عشان ما عايزة تتفرطق، بس بقلب كده وبكون حذرة منها. هخليها تكمل تتهرس كويس. بعد ذاك حقوم شنو اقسم بين الحلة دي والحلة دي، وبعد ذاك شنو اخدت اللحمة بتاعتنا. الكبسة ما بتاخد وقت شديد بتاعت الدجاج، لكن بتاعت اللحمة هي اللي بتاخد وقت. بتاعت الدجاج سريعة جدا جدا جدا، بتاعت اللحمة هي اللي بتاخد وقت. طيب يا حلوين كده اللحمة بتاعتي اتهرست كويس. اوكي هعمل لها شنو بهار الكبسة. ده هو فيه كل البهارات اللي تخطر على بالكم، ريحته رهيبة. طيب كفاية. طيب انا من عندي بس برا هضيف لها كمون، لانه ما حاسه ريحته قويه شويه، او ما حاسه نكهته شويه قويه في البهار. اوكي لكن قادره اشم فيه كميه من البهارات، لكن كمون ما قادره اشم فيه ابدا. اوكي هسه بعد كده حقوم اقسم الكلام ده في حلتين. تمام. الحله الاصغر دي حقت اللحمه، والحله الاكبر حقت الكبسه الدجاج. اوكي خلوني اقسمهم على الحلتين وارجع لكم تاني. طيب يا جماعه حولت الكاميرا بالجنبه دي، حسيت انه حيكون لكم اوضح. اوكي طيب انا كده قسمتهم على اثنين. اوكي دي واحده دي حتكون بتاعت اللحم، ودي حتكون بتاعت الدجاج. اوكي الدجاج دي بعد يستوي انا هطلعه وهحمره في الفرن. هسه هخليهم يكونوا يقعدوا شويه في النار. اوكي حينزلوا مويه هم اصلا، وبعد ذاك حقوم شنو حقوم اكب فيهم مويه. تمام. فهسه نغطي عليهم ونص النار شويه. اوكي بتاعت اللحمه دي حتاخد وقت اكتر من الدجاج زي ما قلت لكم. تفضلوا كبسه اللحم ولا الدجاج يا بنات؟ انا صراحه افضل اللحم، احيانا بفضل الدجاج. طيب يا جماعه تعالوا نعمل الدقوس. الدقوس انا اصلا في الخلاط الصغير ده قبل فرمت البصل اوكي للكبسه، وفضلت واحد شويه هنا على اساس انه شنو اعمله الدقوس. في ناس ما بتعمل بصل في الدقوس، في ناس بتعمله، يعني انتوا مزاجكم، لكن انا خدت شويه بس لانه طعمه حلو صراحه. انا جربت البصل بدون بصل. طيب وخدت فصين توم، ما تكتروا توم. وخدت فلفليه صغيره الخضره دي اللي انها حاره، خدت بس صغنونه يعني واحده صغيرونه، وشكلي كمان حنقصها. ايوه نقصتها خليت واحده بس، كنت اخذت اثنين خليت واحده بس. تمام. وخدت معجون فلفليه. اوكي وهسه عندي هنا طماطم وعندي بقدونس ومعاه كزبره. تمام بقدونس وكزبره خضراء. فهسه شنو حاخدهم كلهم اخلطهم مع بعض. اوكي خلونا اخلطهم واظبطهم وارجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي للدقوس حيكون كيف. طيب يا بنات البهارات نسيت اقول لكم موضوع البهارات. البهارات في الدقوس هي بس الليمون. اوكي في ناس بتحط خل كمان، انا ما عايزه خل، حسيته مع الليمون اطعم. اوكي حاصر فيه ليمونه واحده كامله. طيب بالنسبه اللي حكب فيه بس ملح وفلفل وليمون. اوكي ما حاخد له تاني اي حاجه. تمام. الليمون طعمه حلو فيه لو كترته، يعني انا بحب الليمون فيه كتير. يعني هسه الليمونه دي شايفينها كبيره، وقبلها كنت خديت واحده صغيره. طيب يا بنات كده الدقوس حقي خلاص خلط جاهز. هسه حقوم شنو كبه في العلبه دي واخلي الباقي عشان الفطور. بسم الله. شوفوا شكله من قريب رهيب 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 يا بنات مع الرز، روعة مع الرز. طيب يا بنات للزينة
بتاعت الكبسة أو لوش كده ده هعمل شنو؟ عندي شو اسمه ده، عندي اللهم صل على سيدنا محمد، مكسرات مشكلة. اوكي مشكلة، فحقوم شنو؟ اخد معلقة سمن صغنونة بس ده، اوكي، واحمصه بيها، وبعدين حزين بيها الوش بتاع الكبسة. هي دي فيها النوع دي كلها في الصورة قدامكم دي كلهم. طيب للتحميص ليهم حقوم شنو؟ بس ارش عليهم قرفة شوية، بس الرشة دي كفاية وبس. والله حقوم شنو؟ اقلبهم كده ياخدوا تحميصة مع السمن، وبعدين حزين بيهم وش الكبسة. ممكن تاخدوا كمان لو حابين جزر، لكن لولو ما بتحب الجزر فما هعمله، بس هحمص ده. فيه فستق، فيه لوز، فيه كاجو، فيه زبيب، فيه تاني الحاجة العاملة زي التسالي دي، ما صراحة ما عارفة اسمها شنو دي، لكن طعمهم رهيب يعني مع بعض يتخطوا على وش الكبسة كده رهيبين. طيب يا جماعة زي ما قلت لكم هذا الرز بتاعي أنا بعلاه كمية كبيرة. البتاعات ديل يا جماعة شلتهم من شي شلت حكاية بتاعت 4، فمريحين جدا 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 جدا. طيب هسه حقوم أقسمه، بسم الله. والجوز هنا داير موية شوية بس شوية، ونعلي النار عليه لحد ما يبقى يطلع فقاعات فوق كده يبقبق. اوكي بعدها حقوم شنو؟ اوطي النار وخليه يستوي، بياخد تقريبا 15-12 دقيقة كده، تمام وبس. طيب يا بنات الزيت سخن، نقوم نحط السمبوسة، بسم الله. لما يكون الزيت كده احسن تحطوها، عشان شنو؟ انا خايفة اتحرق، عشان تتحمص كويس، لكن لو الزيت سخن شديد هتبقى لكم محروقة. يعني انا بكترها كل يوم، انا بعملها كتيرة. لو ما عملت سمبوسة بكون عاملة رول بتاع تونة او تشيكن رول. اوكي يعني السمبوسة عندنا حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأنها بعملها كتيرة وبتقعد يعني بالليل. واحد جاع بيجيب قزقز فيها مع كوباية عصير كده. طيب الحين خلينا نغسل التمر بستخدم ده النوع ده رمضان كله احنا برعاية السفرة. التمر ده من السفرة اللي هو التمر مدجول فلسطيني. اوكي هو ده رهيب رهيب التمر ده. انا صراحة التمر ده والله ما حصل لقيت واحدة مدودة جوا ابدا. طيب يا جماعة السمبوسة عملت الجزء الاول الشوط الاول وده الثاني. اوكي اللحمة هنا طبعا لسه ما استوت، انا عايزاها تكون سوفت شديد، لسه ما استوت. تمام هنا الرز بتاع الكبسة حقي استوى ما شاء الله جاهز. اوكي هغطي عليه هسه واخليه لحد شنو ما يجهز باقي الحاجات كلها ونقدمهم سوا. طيب دار اوريكم هنا الدجاج كمان حمرته كويس، فبس هسه هستنى اللحمة تستوي واخد الرز بتاعه وخلاص. والسلام عليكم، رجعنا من جديد. طبعا قبل نبدا لازم اقول مقولته الشهيره ما قصرتي بكره اوعك تطبخي. حاضر. اوكي لا والله عليك الله خليك لا لا كمونية خليها سواء لك. لا 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 والله اليوم اكل ما شاء الله، مسويه كبسه لحم وكبسه دجاج. يا سلام يا مي ما قصرتي، وكمان في دقوس. يا سلام برضه نحاول يا اخواننا نشكر رشيد على السمبوسه اللفاه. والله السموسه دي انا يعني حاط فيها كل خبره السنين. يحسسك جاب مقاول انفار وقاعد طيب سؤال تخيل انا في عمر كم بديت الف السمبوسه؟ تينيجر شكلك. عمري كان تقريبا لكن 9-10 سنوات. اوه بيبي.
يعني امي كانت تعطيني خبرة. السمبوسه واللحم هاي بتذكر الله خالته مرة يطول قالت عمرها لي. وقال لفيا ولف والله. بتذكر خالته قالت لي رشيد كان بلف سمبوسه. يلا طيب نبدا بايش نبي؟ لولو نفسك في لحم ولا دجاج؟ دجاج. مو لحم غريب والله. دجاج. عايزك كبسه لحمه ولا كبسه دجاج؟ كبسة دجاج. اوكي دجاج. أوكي، غريبة. دجاج. طيب مي انا استخدم يدك ارحم. طبعا السفرة يا سلام يا اخي عارفاها الشطة هذه حلوة. لها هي اسمها رنا ولا صفرة؟ هي كلها تقريبا شركات بس النكهة نفس ايوه النكهة. لان انت تحب رنا. كلها نفس انت تحب رنا، انت بتحب الشطه اللي اسمها رنا مش بتحب رنا. يا وليه طيب لولو لولو ورشيد بيحبوا الفخده في الدجاج. أيوة. انتبه حيدا شيل الرز اول، خدت لها الرز اول. احيانا احنا انا لولو بنقاتل على حاول ما تحط لها مكسرات لانه انا ما والله. دايره مكسرات. طبعا هذول شوف لو في عصير انسى الاكل ما ياكلوا نهائي. انا كمان خليني اشرب حقي عشان ركان حيخلص حقه ويجي يقول لي عايز حقي. تقول صب لنا لحمة ورز. بسم الله. يصير مريح جدا. احلى ما في السفرة السمبوسة. عشان هو لفاح. دول عايز سمبوسه حبيبتي. شوف ركان طبعا شغال بس يشرب العصير. ركان كانه بيأذن خدت يده كده. ركان يدك دي ليه خدتيها هنا؟ حكي ماما الصوص ده ظريف مع الرز. يشرب. انت برضو؟ هاك الصوص ده ظريف مع الرز. اسمه دقوس. اسمه شنو؟ دقو. دقوس. ما دقوة دقوس. قولي دقوس. قولي دقوس. ما دق. لولو ما صعبة زي ده، قولي دقوس. دقوس. بس هو هاي. زي الدك النك نيم حقه. ما التفسير. يا سلام يا سلام يا مي. مالك؟ لولو عايزة بطاطس ولا عايز سمبوسة؟ سمبوسة. طيب خلينا نجرب اللحمة ما نشوف. بسم الله. خلصيها واديكي تاني اوكي؟ كويس. واو في كاتشب مايونيز هنا. هذا خليه للسمبوسة او تشيبس بس كاتشب مع رز ولحم مايونيز بليز. ما ينفع. ده كان آخر فيديو في رمضان طبعا. وحيكون آخر فيديو في رمضان. كيف الكلام هذا؟ منو حيطبخ الأسبوع ده؟ عشان نكست بكرة ويك وما بعد بكرة أطبخي. رمضان. لا ما بطبخ والله. بعد بكرة. أسمع قلت ما أطبخ؟ بكرة لا بعد بكرة ايه؟ لا لا والله. ده عشان بكرة وما رمضان. طيب لولو سؤال بس لا، شنو رمضان. يجي بعد رمضان؟ عيد. يا سلام عليك. شطور حبيبي. هو حيبقى عيد. اسمه عيد. عيد بلعاء. قولي طبعا عيد. عشان اللغة الإنجليزية عيد ع. قول عيد. عيد. كأنها حتستفرغ عيد. حتكشف على صيد انت حبيبتي. طيب ما مي في حلقة اليوم ولا في شيء؟ في الكيكه اللي قلت لك انا عاملاها بالصوص كوفي فوق دي. حلو بس كان اوكي يومي. يمي دي جربتيها امبارح وقلت طيب. انت جربتها امبارح وانت جربتها امبارح وش الشغل. ما عجبتهم بس أوكي. المهم هتجربها الليله حلو طيب. تعجبك. طيب خلينا ناكل يا شباب ونرجعكم ان شاء الله بعد بعد القهوة مع لازم. القهوه. يلا تسلم. دقيقه عايز قهوه ولا شاي هسه كويس حدد. لا شاي تمام شاي. بعدين اقول لك انا قلت عايز قهوه. يلا هذا اخر فيديو في رمضان للاسف والله صراحه رمضان خلص بسرعه السنه هذه. اي والله انت قلت كذا. طياره. طيب انتوا عارفين سوري رشيد اللي بيشوفوا هو وديل بعد الفطور. مين دقيقه هو ديل مين؟ انت وسلالتك دي شفتها تلقوهم يعني بعد الفطور تعبانين ورشيد مرات ما عرقان يعني انا ما عارفه اسوي شنو. والله العظيم جد يعني انا اللي قاعده في المطبخ ما شاء الله يعني ركان ما استنى يدينا راي. ركان رايك شنو في الكيك ده حبيبي؟ نظف يدك ولا حتى لولو رايك شنو بالكيك؟ رايك شنو في الكيك؟ حلو شديد. تكوني رايك شنو في الكيك؟ يمي اوكي. المهم احسن شيء لولو في رمضان ادتني لقبين. مامي انت ادتني تو نيك نيم حقاتي. قلتي شنو؟ قلتي انا اسمي شنو؟ ميمة. عليك الله خلاص. ليه اسمع ايش اللي عندك شنو؟ عندك شنو؟ امبارح قالت لي انت بديكي لقبين، واحد اسمه كوين والثاني قلت شنو؟ ماما. لا ما ماما عشان انا سويت الكيكه حلوه قلت لها اقول لك انت شنو؟ شاف. ايوه قالت لي انت شيف. الشيف أوكي. وانت كوين. حبيبي اوكي حاضر. المهم رشيد الشاي حقك بالنعناع وقهوه حقتي انا اكيد وبس. ورينا رايك في الحلا. لا والله صراحه حلو والله ظريف اقسم بالله. ما في كلام القهوه. والله. القهوه اصلا قاعد اشرب شاي. لا الكيكه انها فيها قهوه. انا عشان كذا اديت ديل صغيره. لا والله حلوه ايوه دي يا حبيبي بس اسوي لك. اوكي زي ما قلت لكم اليوم اخر فيديو في رمضان ان شاء الله. كل الباقي على رمضان يمكن 3-4 يوم على حسب اذا شاف الهلال بدري يكون العيد يعني يوم الخميس او الجمعه اكيد حيكون العيد. لكن رجل مش تحس انه ده اسرع رمضان؟ اسرع رمضان صراحه. اي والله العظيم تحسه كان اسبوع اسبوعين يعني حاجه بسرعه جدا سبحان مره. الله والله. سبحان الله. المهم
ان شاء الله نشوفكم في العيد ان شاء الله، فيديوهات إن شاء جديده ان الله. شاء الله في العيد، وكل عام وانتم بخير مسبقا. ومين ما قصد معنا ان شاء الله ما قصد صراحه، ما تستاهل. لما قصرت صار بدون حق الملح دي ما تنفع. ملح اوكي، بعطيك ملح كده في يدي كده وفي معلقه. ما مشكله، بيجي رمضان الجاي ان شاء الله، ربنا يحيينا كمان داني حق الملح. رمضان ده رمضان الجاي قضيها فلافل جاهزه فلافل وفول. جاهز وفول. ايوه بس يعني. واكل مجمد. ايوه اكل مجمد. اوكي. بسوي حاجه بسيطه كده لي انا واولادي ونخليه هو لحد ما يعترف بحق الملح. طيب. المهم يلا ما تنسوا يلا يا اللايك جماعة. والشير والسبسكرايب ان شاء الله، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. اوكي باي باي. يلا السلام عليكم.